خميس انا عايز اروح اسافر، اقعد عند ماما يومين. هعمل لك الاكل وهسيبه لك في التلاجة، وهكوي لك هدوم تكفيك، وهحطه لك في الدولاب. خميس انت سامعني؟ ايوه يا روجا سامعك. ماشي. طب انا قلت ايه؟ قلتي هتعملي اكله بتحبيها، وماما هتيجي تبات عندنا في التلاجة، والبنطلون هيسافر يومين. مش قلتلك؟ انا نفسي بس اعرف هي الرجاله ليه ما بتسمعش؟ يعني كلمك في موضوع وانت دماغك في حته تانية خالص، وترد عليا بكلام ملوش علاقه بالموضوع. ايوه ما انا سامعك، بس مش لازم اسيب حياتي كلها واعمل لك مؤتمر صحفي عشان اسمعك يعني. ولا مؤتمر صحفي ولا حاجه، عايزك بس تسمعني وتفهم انا بقول ايه، تبصلي كده بنظرة اهتمام، احس انك مركز معايا. لا انا بسمع، بس مش لازم اكون بسمع على طريقتك. يعني لما تفتحي لي موضوع الساعة 1:30 بالليل اعمل ايه؟ انا اطفي النور واقول لك احكي لي اكتر، ولا اعمل سامع وخلاص واعديها لحد ما انام؟ لان اكيد مش مركز معاكي يعني، ما انا برضو عندي شغل الصبح. يا سلام، ده حتى في ايام الاجازة يا اما مقضي الاجازة نوم، يا اما على القهوة مع اصحابك، يا اما بتتفرجي على ماتش. ده انا حتى لما بكون زعلانة واقعد افضفض معاك، يا اما تقولي بعدين، يا اما بتعمل نفسك بتسمع وخلاص، كأني كده مش فارق معاك. لا فارق طبعا معايا، بس هو بس التوقيت اللي مش فارق. يعني اكون مثلا قاعد بتفرج على ماتش مهم ومركز وخلاص هيجيبوا جون، ابص الاقيكي بتعيطي وبتشتكي لي من حاجه انا مش فاهم هي ايه، بستغرب. هو العياط كمان ليه ميعاد؟ ساعات بحس ان انا مخنوقه وبكون عايزه افرفر في اي وقت، واي وقت ده ما يجيش تملي غير وانا جعان، وانا في الشغل تكلميني، وانا بتفرج على ماتش. مفيش اي وقت تاني؟ وبعدين انا مش بفهم كلامك. انت ساعات كلامك ده بيبقى جلسة فضفضة، وساعات بيبقى تحقيق رسمي، فانا بقى بصراحة مش فاهم وبخاف. ايوه، ما هو انت لو كنت بتسمعني كويس ومركز في الكلام هتعرف الفرق بين الفضفضة والتحقيق. والله العظيم حتى لما بركز مش بفهم حاجة، ما بعرفش ايه الفرق. دي انت كل كلامك يا اما بتشتكي من فلانة وعلانة، او بتشتكي من العيال، يا اما عايزة وعايزة. يا سلام يا اخويا، هو انا عايزة حاجة ليا؟ ما هو كله للعيال وللبيت. ايه يا لوجا، ده احنا اخر مرة سمعتك بتركيز عملنا خناقة كبيرة وكنا هنتطلق. ما هو انت عشان ما تسمعش غير الوحش وعايز تطلعني وحشة وخلاص، عمرك ما سمعت الحلو ابدا. حلو؟ انا مش شايف ايوه حلو. طب خلاص، انا كلامي كله وحش. انت بقى ما بقتش تتكلم معايا زي الاول ليه؟ اتكلم معاكي زي الاول؟ تقصدي يعني احكيلك؟ ده انا لما كنت بحكيلك زمان كنت بلاقي كل اخباري عند اهلك والجيران، وفي نشرة الاخبار كمان. يا اخويا، هي نشرة الاخبار عندي بس؟ ما انت كل حاجة بقى بتحكيها لامك. طيب يا نوجا ماشي، مش هنقعد بقى نغلط في بعض كتير، عايزين نشوف حل للموضوع ده. انت شايفة الحل ايه؟ ببساطة لما اتكلم تبصلي وتركز وتسأل وتشاركني، مش لازم تحل، بس كفاية تحس بيا واحس انك حاسس بيا. انت بقى شايف الحل ايه؟ شايف انك تسيبيلي فرصة اتكلم من غير ما اتحاكم، وانك تختار الوقت المناسب اللي نتكلم فيه اما اكون مرتاح، ما وريش حاجة، مش في الشغل. ماشي، موافقة. وانا كمان موافق. وانتوا كمان قولولي ايه الحل ان الرجالة ما بتسمعش. واستنونا في الحلقة الجاية، يمكن نسمع بعض او نختلف اكتر، بس في الاخر نلاقي حل. باي.